الصحاب رزق، بس مش اي رزق بيبقى نعمة. انت فاهمة؟ ومش اي صحبة بتبقى صداقة. وعايزة اقولك ان في فرق كبير جدا بين حد بيشاركك وقته. اهلا وسهلا بيكم في حلقتنا الجديدة من ابدأي بنفسك. النهاردة هنتكلم عن اكتر حاجة بتوجع، وللأسف ان هي مش بتيجي غير من اقرب الناس لينا، الصحاب. عايزة افهمك وتركزي معايا كويس جدا في الكلام اللي انا هقوله ده. مش كل حد بيضحك معاكي يبقى صديقك، ومش كل حد واقف جنبك في الصور يبقى واقف جنبك في الحقيقة. وعايزة اقولك ان في فرق كبير جدا بين حد موجود في حياتك وبين حد داعم في حياتك. عايزة اقولك ان الصاحب الحقيقي او الصديقة الحقيقية مش بتطفي نورك عشان هي اوريدي تلمع. تمام؟ وعايزة اقولك ان الصديقة اللي بتتريق وفي الاخر بحجة ان هي بتهزر، مفيش الكلام ده مجرد كلام فارغ. انتوا بتقولوا ايه؟ يعني ايه ان انا اقلل من صاحبتي في وسط قاعدة واحنا قاعدين مع صحابنا، وفي الاخر هي تزعل، في الاخر انا اقول لها اصل انا بهزر؟ ده كلام ملهوش اي 30 لازمة. وعايزة اقولك برضو ان مش وقت ما انت تكوني محتاجاها هي تختفي. دي مش صاحبة حقيقية خالص. عايزة اقولك ان الصديقة الحقيقية اللي هي فعلا تحسسك انك في امان، انك تقدري ان انت تتكلمي من غير ما تتحاسبي على كل كلمة هتطلعيها. وحتى لو غلطتي معاها مش تحتكرك، لا، تعلمك وتفهمك وتشدك لقدام ان انت تستمري. وعايزه اقولك لو انت قعدتي في قعده مع صحابك وحسيتي ان المكان او القعده دي مش قعدتك، وحسيتي ان في قله تقدير، ان في ايا كان، او حسيتي انك مش كفايه، عايزه اقولك ان انت لازم تراجعي نفسك. عشان المشكله مش فيكي انت، لا، المشكله فيهم هم محتاجين ان هم يعملوا ابديت هنا. حرفيا عايزين يعملوا ابديت من اول وجديد. فالمشكله مش فيكي مهما كانت ايه، المشكله حرفيا فيهم هم. في حاجه مهمه لازم تعرفيها: الناس اللي بتحبط غيرها كتير غالبا بيبقى عندهم نقص جواهم، فهم بيحاولوا ان هم يوازنوا النقص اللي جواهم ده ان هم يقللوا منك. تمام؟ فعايزه اقولك ان النضج الحقيقي ان انتي تمشي ورا راحة بالك، حتى لو ده هيقلل الدايرة حواليكي. مش مهم يكون عندك 20 صديقة، صديقة واحدة بس كفاية بيهم كلهم، بدل ما اقعد في قعدة كلها منافقين. فلا، بلاها وبره حياتي. عايزة اقولك ما تخافيش تمشي من العلاقة لو انت مش مرتاحة، لو العلاقة اصلا بتوجعك. اللي بيحبك بجد استحالة ان هو يخسرك بسهولة. فعايزاك تفكري في الكلام ده كويس. الصحاب رزق، بس مش اي رزق بيبقى نعمة. انت فاهمة؟ ومش اي صحبة بتبقى صداقة. وعايزة اقولك ان في فرق كبير جدا بين حد بيشاركك وقته وبين حد بيشاركك قلبه. ووصلنا لاخر حلقتنا، وعايزاكي تكتبي لي في التعليقات لو اوريدي مريتي بصحبة فاشلة او صحبة مش احسن حاجة. عايزاكي تكتبي لي كلمة واحدة بس من غير تفاصيل كتير، من غير اسامي، لا خالص، جملة واحدة بس توصف شعورك كان وقتها كان عامل ازاي. وبس. واتمنى ان انتوا تكونوا بخير، وباي باي.